اسرائيل وافقت توقف ضرباتها على بيروت، بس ده بقى بعد طلب امريكي. يعني ايه؟ وبنفس اللحظه تقرا انسحاب عسكري، خسائر على الارض، وحديث عن حرب اهليه في لبنان. ساعتها السؤال مش ايه اللي بيحصل، السؤال الحقيقي احنا داخلين على تهدئه ولا اعاده رسم خريطه حرب في المنطقه؟ خليني احكي لك الصوره زي ما اتجمعت من اكتر من مصدر خطوه بخطوه. اول حاجه تسريبات هارتس، بحسب ما نقلته صحيفه هارتس عن مصدر دبلوماسي، في كلام ان اسرائيل وافقت على وقف مؤقت للهجمات على بيروت، والاهم من القرار ده التسريب جاي بيقول جاي ضغط امريكي مباشر من واشنطن، يعني الموضوع مش ميداني بس، ده قرار سياسي كبير ورا الكواليس. تاني حاجه تطورات ميدانيه خطيره، نفس التسريبات بتتكلم عن ان في تراجع لقوات اسرائيليه بمناطق خلفيه بعد اشتباكات عنيفه على اطراف جنوب لبنان، وفي حديث عن خسائر معدات وارواح، لكن مهم نفهم دي معلومات اعلاميه متداوله مش بيانات عسكريه رسميه مؤكده بالكامل. طب ايه اللي خلى الحرب تقف برضه على لبنان؟ لان ديت شروط مؤكده في التفاوضات من ايران. ثالث حاجه مفاجأة إسرائيل هيوم. صحيفة إسرائيل هيوم قالت إن في احتمال كبير جدا إن أمريكا تعلن قريب عن بدء مفاوضات بين إسرائيل ولبنان، وممكن كمان يكون في وقف إطلاق نار مبني على اتفاق قديم بتاريخ 24 نوفمبر. يعني ببساطة في محاولة لإعادة تشغيل اتفاق تهدئة قديم لكن في ظرف أخطر بكتير دلوقتي. رابع حاجة الإعلام الإسرائيلي، القناة ال 12 الإسرائيلية نقلت عن كلام مثير للجدل من أحد المذيعين قال فيه لبنان الحرب الأهلية وده مش بالضرورة شيء سيء لنا، ورد عليه مراسل عسكري وقال ده كان الهدف من البداية، يعني إسرائيل هدفها من البداية إنها تعمل حرب أهلية في لبنان. دي الخطورة مش في الجملة نفسها، لا، لكن في ان نقاش علني عن تغيير شكل لبنان من الداخل ده بقى شيء واضح جدا. خامس نقطة، تقارير وتحليلات إعلامية دولية زي رويترز بتقول ان اي تهدئة حالية مرتبطة مباشرة بالحسابات الأمريكية في المنطقة ومش مجرد وقف حرب وخلاص. أهم نقطة بقى يا صاحبي، اللي قدامك شكله تهدئة أو وقف ضربات، لكن اللي تحت السطح ممكن يكون أخطر. ضغط سياسي أمريكي مباشر ومحاولة لتغيير ميزان القوة في لبنان والمنطقة بالكامل. والأخطر من ده كله إن أي تهدئة مؤقتة ممكن تتحول بلحظة لتصعيد أكبر لو المفاوضات فشلت. أنت شايف اللي بيحصل ده بداية لسلام حقيقي ولا مجرد هدوء قبل الانفجار الكبير في المنطقة؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. الله المستعان، وتحيا مصر.